السلام عليكم، بخير، كيف الحال؟ اليوم سنتحدث عن الأولمبياد، ونخصص هذا الفيديو للحديث عن مباراة المغرب والعراق، والتي انتهت ب3-0 لصالح المغرب. المباراة الأخيرة من دور المجموعات التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب العراقي عرفت في الشوط الأول تسجيل الهدف الأول عن طريق أمير تشارلسون في الدقيقة 19، مستغلا عرضية جميلة لأشرف حكيمي. وبعد هذا الهدف ب10 دقائق نجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثاني لصالح المغرب بعد رأسية من أخوماش أخرجها مدافع العراقي لتجد سفيان رحيمي يسكنها الشباك. استمرت المباراة على هذه النتيجة ب2-0 إلى غاية الدقيقة 36. ينجح عبد الصمد الزازوري في تسجيل أحد أهداف الرائعة في الأولمبياد، سددها في الجهة المستحيلة على حارس المرمى، معلنا عن الهدف الثالث لصالح المنتخب المغربي. ينتهي الشوط الأول ب3-0، وفي الشوط الثاني كان تكتيكي أكثر، إذ أراح المدرب سكيتشيوي عناصر المنتخب المغربي الأساسية وقام بإدخال لاعبي الاحتياط الذي كانوا بنفس طينة لاعبين الأساسيين، ونجح المنتخب المغربي في الحفاظ على النتيجة ونظافة الشباك. إذا مبروك الجماهير المغربية التأهل إلى الدور القادم في تصفية الأولمبية، ونتمنى أن يستمر هذا الأداء في المباريات القادمة.